صباح الخير عليكم وجمعة مباركة يا رب عليكم. النهاردة جمعة مباركة عليكم. انا النهاردة عملت تورتايه بجد مكملتش 10 دقايق في تزيينها، كانت سهلة جدا جدا. العميلة طلبتها مني وكانت جايبة الشكل ده من على النت، بصراحة دي مش فكرتي، شافتها من على النت وعجبتها الفكرة قوي وقالت لي اتمنى تنفذيها لي فنفذتها. يعني اقول مثلا ما طبقتهاش بالملي، بس يعني الفكرة طلعت هي نفس الفكرة، وكانت سهلة جدا وجميلة. يعني لو اي حد مبتدئ بجد هيعرف يعملها من كتر سهولتها. هي مجرد روزتات بس كده وطبقات فوق بعضها. يلا بينا نبتدي مع بعض الشغل، يلا بينا. هنا معايا الاسبونج، وعملت معاكم طبعا الاسبونج كتير قوي، هتلاقيه على القناة طبعا موجود. طرق الاسبونج كلها، عملت بيه مسخسخة، عملت بيه تورته، عملت بيه جاتو، كل طرق الاسبونج موجودة. وكمان عملت بيه الكشطوطة، فهتلاقوها برضو في حلقة الكشطوطة. هنا بقى ايه، كنت جبت بقى المنشار ده جديد، فقلت كده اما اجرب واشوف كده هيبقى فعلا لذيذ ولطيف كده ولا هيبقى ايه. فعلا يا جماعه انصحكم بيه بجد، تحفه المنشار ده تحفه. بس هو فعلا لازم الكيك يبقى على الرخامه كده، عشان المنشار ليه قعدتين كده صغيرين من الجناب. زي ما انتم شايفين بقى كده قطعتهم 3 طبقات. وهمسك بقى ايه الحواف كده هشيلها كلها، لان طبعا احنا مش هنغطيها كريم شانتيه، فيبقى لازم الحواف دي كلها نشيلها. شايفين؟ نشيل بقى الحواف دي خالص كده. كمان الحواف دي تبقى ناشفه شويه. وانا ما شلتش الطبقه اللي على الوش، انا شلت الطبقه بس اللي هي اللي بتبقى من تحت، لان انا ما حطيتش ورق زبده، فبالتالي كنت مبدره بدقيق. فانا قدامكم اهو اشيلها. الطبقه اللي على الوش ما شلتهاش ليه؟ ده سبونج بيتي، يعني طبيعي ان هو مش هيبقى فيه الوش اللي بيبقى ملزق كده في السبونج اللي هو جاهز، فلازم تشيليه عشان خاطر بيبقى فيه زفاره شويه. لكن السبونج البيتي بيبقى ما شاء الله عليه ما فيهوش خالص الطبقه اللي بتلزق دي، بيبقى جميل قوي وتحفه ما شاء الله عليه. نشيل بقى كل الزيادات اللي كانت من تحت، طبعا ده دقيق والزيت اللي انا كنت دهنه بيه الصينيه، فلازم اشيله ان هو مش لطيف، مش هيبقى حلو خالص. وهكمل في شيل الحواف زي ما انتم شايفين، لازم نشيل الحواف. الحواف دي بتبقى ناشفه اصلا ومبتبقاش ليها اي لازمه. جبت بقى القطاع القلب، جبت اكبر واحده فيهم، التورتايه دي مقاس 22. وجبت بقى القطاعات القلب، اكبر واحده في القطاعات القلب انا جبتها. بصوا شايفين، انا قطعت اول واحده وبعد كده هبتدي اقيس عليها كل ايه القطعيات اللي جايه، عشان يبقى كلهم نفس القطعيه بالظبط ونفس المساحه بالظبط. واول حاجه من القلب اتقطعت خالص، بس تمام يعني هنعرف يعني نتعامل معاها، مفيش اي مشكله. اهو زي ما انتم شايفين كده، هو اتقطع نصين بس مش اكتر. هبتدي بس اخد القياس بالظبط عشان يبقى القلوب كلها فوق بعضها بالظبط وصح، ميبقاش في حاجه ايه خارجه وحاجه طالعه، زي ما انتم فاهمين. بس شكله لذيذ قوي بصراحه. طبعا هي الفكره اتنفذت ده، بس ايه، طبعا لان انا اول مره اعمل فكره زي كده، بس هي جميله ولذيذه وانا كنت مستصعباها قوي. بس بجد طلعت سهله جدا جدا، يعني هي سهله جدا جدا بصراحه. بس هي مش فكرتي، عشان بس ابقى صريحه معاكم، هي مش فكرتي. طبعا شكرا جدا لصاحب الفكره. كده خلاص انا قطعتهم كلهم قد بعض بالظبط. نجيب بقى اللي هي القاعده اللي طبعا هسلم عليها التورتايه، طبعا برضو شكل قلب، بس بصراحه ما لقيتش مقاس اكبر من كده. انا مش عارفه بصراحه، انا كل ما اروح اشتري خامات ملقاش العلب، ملقاش اعداد، انا بصراحه تعبت. زي ما انتم شايفين كده ببتدي اعمل طبقه كده بس من الكريمه عشان تمسك التورتيه كويس قوي، لان هي تبقى رقات فوق بعض ومفيش كريمه من الجنب، مفيش ايه تجليس يعني بمعنى اصح. فالتجليس كان بيمسك شويه معايا، لكن هي تعتبر مقطعه وهتبقى كلها فوق بعضها، فانا خفت طبعا تتزحلق كده او كده، فعشان كده كترت طبقه الكريمه من تحت. زي ما انتم شايفين كده هبتدي اظبط كده القلب كده واظبطه قوي زي ما انتم شايفين. واللي انا قطعتها حطيتها تاني، بس حطيتها في حته ايه، يعني القلب يكون محطوط مرتاح، القلب اللي في النص اهو شايفين. ابتدي كده اظبط الشغل بتاعي، اهم حاجه تظبطي الشغل بتاعك كويس قوي.
مش مهم هياخد وقت قد ايه، بس المهم تظبط الشغل فعلا. بس بالامانه ما خدتش وقت بجد. انصح كل حد يعني نفسه يعمل تورتايه سهله وبسيطه، التورتايه دي سهله جدا وبسيطه جدا، بجد سهله جدا وبسيطه جدا. لو حد مبتدئ هتعجبه جدا التورتايه دي جدا. هنا سقيتها بقى المربى حليب او التوفي، وابتدي بقى اعمل روزيتات، اي روزيتات بقى انت تحبيها، اي يعني اي تب عندك بتحبيه تحبي شكله تعملي بيه الروزيتات دي. احنا كله بقى نعمل البني كله على القلب من فوق الكبير، القلب الصغير هنعمله ابيض، هنعمله من جوه كريم جانتيه ابيض. بصوا شايفين سهله جدا، ولا تجليز بقى ولا يعني. بصوا يعني اولا ما استهلكتش مواعين كتير، ثانيا ما يعني ما جلسناش وخلصت بسرعه. عارفين انتوا توتر بقى التجليس، لا لا لسه في حته عاليه، لا لا في حته واطيه، لا بجد سهله وبسيطه يعني، انصحكم بيها بجد سهله جدا. وبرده شكرا لصاحب الفكره لازم ندي كل واحد حقه. حطيت بقى شويه كده شوكليت شيبس، زي ما انتوا عارفين انا بحب قوي اعلي من شغلي بشويه شوكليت شيبس كده. طبعا ما بحطش مكسرات لان كده التورتايه هتعلى قوي، فيعني العميل هيبقى بالنسبه للعميل هتبقى غاليه قوي، فكل حاجه على طلب العميل يعني. هنبتدي برضو نسقي تاني. وبعدين الايام بصراحه صعبه جدا، فيعني خلينا ايه حنينين على بعض شويه. كمل بقى برضو الروزيتا تاني. طبعا الروزيتا بتمسك في الاسبونج، فكنت بحاول اساعد كده بايدي ان انا اسند الاسبونج. بجد بجد اي حد ممكن يعملها، يعني اي حد في اي عمر هيعرف يعمل التورتايه السهله البسيطه دي. شايفين بجد والله سهله جدا. وهنا بقى الروزيتات اللي انت ايه تحبيها كلها، ولو اتقطعت منك ما تقلقيش وما تخافيش، هنلزقهم كده في بعض وهنحطهم تاني ايه ويبقى شكلهم لطيف ومش هيبان. يعني القلب الصغير ده لطيف قوي وانا بعتذر طبعا عن تاخير نزول الفيديوهات، لان بجد الايام دي طبعا في مذاكره زي ما كلكم عارفين، خلاص المدارس على الابواب، فابتدينا طبعا كلنا دروس بدري. وبعدين في كده بيبقى في شويه طلبات كده، فبضطر ان انا اتاخر جدا في الفيديوهات، فيعني حقكم عليا. هنا جبت برضو التب اللي هو بتاع الوردات ده، بس جبت اصغر تب فيهم، وهبتدي ايه اعمل وردات كده صغيره. هي الفكره كان فيها وردات كده من فوق نفس الوردات دي، شكلها لطيف قوي بجد. على فكره تنفع لعيد الحب قوي، يعني عيد الحب قرب، فالفكره دي سهله جدا جدا يعني لعيد الحب. بصوا شايفين بجد سهوله. بنتي كانت بتقولكوا حطوا لايك بس ايديها ما بانتش. هنبتدي بقى ايه نمسح كده البورده كده ونظبطها، عشان طبعا مش تتسلموا عليها بقى الحاجات الكتيره قوي دي. هنا بقى جبت برضو نفس التب اللي عملت بيه الوردات، ورحت حاطه له ايه روزيتات صغيره قوي كده من تحت، يعني ايه تحلي من شكلها شويه، او تغطي مثلا الكيك من تحت شويه. بصوا شايفين السهوله والبساطه والجمال بجد والله، يعني هتنفع قوي في عيد الحب والله، هتبقى جميله قوي زي ما شايفين. بصوا فكرة جميلة وبسيطة وسهلة بجد، اي حد ممكن يعملها. لو مش بتعرفي تعملي تورته مثلا، لا دي هتبقى تحفة قوي معاكي في عيد الحب، وهتعمليها وهتفرحي طبعا ان انت عملتي حاجة زي كده. اتمنى تكون الفكرة جميلة ولطيفة وعجبتكم، ما تنسونيش في اللايك. سلام.